السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمة العلوم: زراعة الذهب فطر عيش الغراب اللي هيأكل العالم. انت فاكر الذهب بيطلع مناجم بوس ومن تحت الأرض ومن صخور صعبة؟ طب لو قولت لك إن في ذهب بيتزرع في أوضة ظلمة على قش رزة، وفي 45 يوم بيبقى عندك محصول يسوى آلاف الجنيهات. أنا قناة ترجمة العلوم، والنهاردة بنترجم أغرب استثمار في العالم: زراعة فطر عيش الغراب. الفطر اللي بيتسمى ذهب الفقراء، واللي كيلو منه بيوصل 120 جنيه. والأغرب إنك ممكن تبدأ المشروع ده في أوضة مترين في مترين برأس مال 2000 جنيه، وتكسب في الشهر 8000 جنيه. طب إذا يده بيحصل، وليه بيتسمى زراعة الذهب؟ عيش الغراب مش نبات ومش حيوان، ده كائن فطري، يعني ليه مملكة لوحده، ومش بيحتاج شمس عشان يعيش. بيحتاج ظلمة ورطوبة ودرجة حرارة من 22 ل 28 درجة. والمصري القديم كان بيلاقيه بيطلع لوحده على قش الغيطان بعد موسم الحصاد، وكان باسمه عيش الغراب عشان بيطلع لوحده زي الغراب ما بيظهر فجأة. بس النهاردة العالم خلانا نزرعه زي أي محصول، ونسيطر عليه، وننتج منه 6 أنواع بتتباع في السوق. أول نوع وأشهر نوع هو عيش الغراب المحاري. اسمه كده عشان شكله شبه صدفة المحاري، وده اللي بيتزرع في مصر أكتر حاجة. ليه؟ عشانه بيستحمل حر مصر، وبينتج بسرعة، والكيلو منه في سوق العبور باء 80 ل 120 جنيه. طب هتزرعه إزاي؟ الموضوع كله بيعتمد على حاجة اسمها البيئة. والبيئة دي عبارة عن قش رز أو قش قمح، أو نشارة خشب، أو مخلفات مزارع. بتجيب القش ده وتغليه في مية سخنة ساعتين عشان تقتل أي بكتيريا أو فطريات وحشة، وبعدين تصفيه وتسيبه يبرد لحد ما نسبة الرطوبة فيه تبقى 70%، وبعدين تجيب التقاوي. والتقاوي دي مش بذور، دي خيوط فطرية اسمها الميسيليوم، بتشتريها من معهد بحوث البساتين أو من أي مزرعة فطر معتمدة. الكيلو تقاوي باء 120 جنيه، وبعدين تخلط القش مع التقاوي في أكياس بلاستيك شفافة، وتقفل الكيس، وتعمل فيه فتحات صغيرة عشان الفطر يتنفس، وبعدين تحط الأكياس دي في أوضة ظلمة درجة حرارتها 25 ورطوبتها 90%، ومش محتاج تكييف غالي، مروحة و100 بترش على الأرض تكفي. وخلال 20 يوم هتلاقي الأكياس كلها أكملت لون أبيض، ده اسمه الميسيليوم، يعني الفطر بياكل القش وبيكبر جواه. وبعد 25 يوم من الزراعة هتلاقي أول ثمرة طلعت من الفتحات الصغيرة اللي عملتها. والحصاد بيستمر 3 دفعات، يعني الكيس الواحد بيطلع معاك 3 مرات. الكيس الواحد وزنه 2 كيلو قش وتقاوي، بيطلع معاكم 1.2 كيلو فطر. ولو عندك 100 كيس في أوضة 3 في 4 متر، يبقى عندك 120 كيلو فطر في الدورة. اضرب 120 كيلو في 100 جنيه متوسط السعر، يبقى 12,000 جنيه. شل منهم 4000 جنيه تكلفة تقاوي وقش وكهرباء، يبقى صافي ربحك 8000 جنيه في 45 يوم. وده ليه بيتسمى زراعة الذهب، عشان الذهب بيطلع من الأرض بعد شهور، ده بيطلع من القش بعد 45 يوم. طب ليه الحكومة بتقول عليه مشروع قومي؟ عشان فطر عيش الغراب فيه بروتين أكتر من اللحمة، وفيه فيتامين د، وفيه زنك، وفيه كل الأحماض الأمينية اللي جسمك محتاجها. والكيلو منه بيشبع أسرة، وبيتباع أرخص من اللحمة باء 3 مرات. والدولة عاملة مبادرات، وزارة الزراعة بتدي دورات تدريبية مجانية، ومعهد بحوث البساتين بيدي التقاوي بأسعار مدعمة. والهدف إن كل بيت مصري يبقى عنده ركن صغير يزرع فيه فطر. طب إيه المشاكل اللي ممكن تقابلك؟ أول مشكلة التلوث. لو القش ما أتغلاش كويس، هتلاقي فطريات خضرا طلعت في الكيس، وده بيبوظ المحصول كله. والحل إنك تغلي القش كويس، وتشتغل بإيد نظيفة وجوانتي وماسك،
تاني مشكلة الحرارة. لو الأوضة سخنت أكثر من 30 درجة، الفطر هيموت. والحل مروحة وشفاط باء 300 جنيه. ثالث مشكلة التسويق. الفطر طازة ومش بيقعد أكثر من 3 أيام. والحل إنك تتفق مع مطعم أو سوبر ماركت قبل ما تزرع، أو تنزل سوق الخضار الفجر. والمدهش إن الفطر ده ليه استخدامات تانية. في الصين بيستخدموه في صناعة الجلود النباتية، وفي أمريكا بيستخدموه في صناعة مواد البناء، وفي مصر بيستخدموه في التغذية وفي المطاعم الفاخرة. والمطاعم الكبيرة بتشتري الكيلو باء 105 جنيه. عشان الفطر المحاري بيتحط في البيتزا وفي الشوربة وفي الأكل الصحي. طب ليه المصريين ما بيزرعوهش كتير لحد دلوقتي؟ عشان الناس فاكره صعب، وفاكره محتاج معامل ومعدات. بس الحقيقة إنك ممكن تبدأ في بلكونة، أو في حمام قديم، أو في أوضة فاضية في البيت. ومحتاج بس 3 حاجات: قشرز باء 200 جنيه، تقوي باء 1200 جنيه، وترمومتر ورطوبة باء 105 جنيه. وبعد 45 يوم هتبقى عندك زرعة ذهب. والعلماء بيقولوا إن فطر عيش الغراب هو أكل المستقبل، عشان بيستهلك 100 أقل 100 مرة من اللحمة، وبيطلع بروتين أكتر 10 مرات من القمح في نفس المساحة. ومش محتاج أرض زراعية. بيطلع على مخلفات، يعني بتحول قش الرز اللي الفلاحين بيحرقوه لذهب بتاكل. والحكومة دلوقتي بتدي قروض صغيرة للمشروع ده تبع بنك التنمية والائتمان الزراعي. وقرض 20,000 جنيه يفتح لك مزرعة 500 كيس، ودي تكسبك 40,000 جنيه كل 45 يوم. بس لازم تعرف حاجة: الفطر ده حساس، مش بيستحمل الإهمال. لو نسيت تريش 100 يومين، المحصول كله باظ. لو الحرارة زادت، مات. لو دخلت عليه بكتيريا، التلوث. عشان كده بيتقال عليه زراعة الذهب. الذهب محتاج تركيز، والفطر محتاج تركيز. والجميل في الموضوع إنك ممكن تبيع الفطر طازة، وممكن تجففه ويبقى سعره الضعف، وممكن تعمله مخلل، وممكن تعمله بيودرة وتدخل في المكملات الغذائية. والتصدير شغال. مصر بتصدر فطر مجف للخليج ولأوروبا، والكيلو المجف بيوصل 800 جنيه. يعني انت قاعد في بيتك بتزرع على قش، وتطلع منتج بيتصدر برا. والسؤال اللي لازم تسأله لنفسك دلوقتي: ليه أنا ما أبدأش؟ عندك أوضة فاضية، عندك 2000 جنيه، عندك 45 يوم. وبعد 45 يوم يا إما تكسب 8,000 جنيه، يا إما تتعلم حاجة جديدة تأكلك وتأكل بيتك. قناة ترجمة العلوم بتقولك العلم مش في المعامل بس، العلم في إنك تحول قش لرصيد في البنك. ولو عجبك الفيديو، ولو أول مرة تعرف إن عيش الغراب أغلى من اللحمة، اشترك وفعل الجرس، عشان الجاي نترجم زراعة تانية تغير مفهومك عن الفلوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.